لقد كشف لي علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق أنك عرضت عليه ملايين الدولارات لكي يغير موقفه من صدام وأنه لم يفعل. لقد رفض حقا، وفي أعقاب التصويت الذي جرى في مجلس الأمن الدولي والذي صوت اليمن خلاله بلا، قلت هذا أغلى صوت ربما سيدلي به اليمن. مهما كان كيفما كان نقول العراق غلط عنه دخل الكويت ولا ما غلط، هذا وضع ثاني. الآن يعني صمود الإنسان العربي أمام الآلة العسكرية الأجنبية في حد ذاته رفع رأس للأمة العربية والإسلامية. لم نعرض عليهم المال، وما قلناه هو إذا لم تنضموا إلينا سنوقف إعطاءكم مبلغ 250 مليون دولار سنويا على ما أعتقد، وهذا ما فعلناه لأن اليمن صوت بلا على غرار كوبا. مفروض عليكم كعرب وعلى كل العرب أن يفتخروا والمسلمين بإخوانهم في أمام هذا التحدي والصمود لمواجهة الآلة العسكرية المدمرة. تختلف الحرب عن الحرب العالمية الثانية والأولى، لن تكون فيها هذه الأسلحة المتطورة. إن اليمن منحاز، اليمن يقف بتضامن إلى جانب العراق، لكن ليس طرفا في المعركة. لكن كما جاء في سؤال وكالة الأنباء أنه جاء هل اليمن ستشملها المعركة؟ نحن نقول لا، لكن إذا كان أنتم قوة الحلفاء تريدوا تفرضوا موقف على اليمن يا مرحبا. إذا كانت ضمن مخططكم كقوة متحالفة إن اليمن تشملها هذه المعركة يا مرحبا، لكن نحن لسنا طرف في المشكلة. لكن إذا مخططكم قائم على السيناريو مرسوم أن يشمل أكثر من دولة عربية غير العراق، يا أهلا وسهلا.